الحرب العراقية الإيرانية كنا مراهقين ويعني خلينا نقول على وشك الحياة. كان عندنا التلفزيون يطلعوا لنا مسلسلة كل يوم خميس، وفيلم يمكن كل جمعة، ما أعرف بعدين تغيرت، بس مسلسلة كانت كل يوم خميس. فكنا ننتظر المسلسل يوم يوم، لأنه يعني الحياة ثقيلة، الحرب مؤلمة، فنحتاج نترفه. وخصوصا لما الواحد يكون استوى يعني على وجه الدنيا يريد يعيش، بس شو يسوي؟ يعني الحياة كلها انقلبت لما صارت الحرب العراقية الإيرانية. فالتلفزيون تعبى بأحداث الحرب والجبهات وكل ما يصير هجوم فتلغي المسلسلات والتلفزيون كله يصير عبارة عن حرب. طبعا الإنسان يحتاج يترفه، يعني هو فعلا ضيم وقهر، بس يحتاج يترفه، يحتاج شوية يخفف. ف تصير شوية ثقيلة هاي القصة. فالعراقيين سموا هاي الفترة كل ما التلفزيون ماكو تروح المسلسلات سموها حزنوا. فترة من الفترات ما كان اكو لاحة، يعني هدوء على الجبهات، ماكو هجوم. في التلفزيون رجع حزن يعني. فخابرتني صديقتي واحنا ما نقدر نحكي مثل الباقين، لانه اكو تصنت واكو ديكتاتورية قوية. فقالت لي شو حزانة ليش؟ زين، مربط حكي هنا، رباط الفرس هنا. لما الواحد ياخذ حقه الطبيعي والمعنوي والمادي بالحياة ويعيش إنسان سوي مثل الباقين، أكيد يفرح الواحد، وأكيد أكو محبين يفرحوا له لهاي الفرحة. وبنفس الوقت أكيد أكو ناس تتأذى وتضوج لأنه ما تريد تشوف الخير الأحد. بالفترة الأخيرة أنا حققت شيء، واحد من حقوقي المعنوية، وصارت إلي وفرحت كلش. اللي فرحوا شفتهم زين، بس اللي ما فرحوا هم كانوا اللي يضحكون وياي وياخذوني بالأحضان حزنوا. فأني ما راح أقول حزنوا ليش، راح أقول حزنوا. 7 عافيات، صحة وهنا.